السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا يا جماعة، ده مطبخ ام حسن. تشرفونا وتنورونا بالاشتراك وتعليقاتكم ولايكاتكم الجميلة للتشجيع يا جماعة. بص بقى، لأول مرة يخش القناة دي، قناة ام حسن لأكلات البيتي، ينتشر كده في القناة ويعمل لنا شوية كلام حلو كده وتشجيع. دلوقتي بقى ايه، تعالوا يا حبايبي اقول لكم هتعملوا ايه النهارده. اكله كده بسيطه وسهله. عندك صينيه زي دي، اي صينيه بقى مدوره مطوله اللي انت عايزاه، واي نوع. عندك معلقه زي دي، تعالي بقى اقول لك هنعمل اكله النهارده. صراحه بقى اتطلبت مني، الناس بتحبها. تعالي بقى نشوف هنعمل ايه بالمعلقه والصينيه دي. هنعمل اكله جميله جدا. بصوا يا حبايبي، المعلقه اهيت اللي هنشتغل بيها. انت دلوقتي لقيتي فتحت التلاجة او جالك على سوا الشنطة دي. طيب الشنطة دي هنعمل بقى ايه؟ الحاجات دي بدنجان الرومي والفلفل السبايسي، هتفتحيه كده فتحة كده طبعا بعد الغسيل، والفلفل الرومي والبدنجان. طب الكمية دي يا جماعة هتقولي ايه ده؟ هنعمل مسقعة؟ طب والزيت؟ هقول لكم دلوقتي هنعملها باذن الله بالمعلقة دي. طب ازاي؟ هقول لكم. انت جالك وما عندكيش الا شويه زيت قد كده، عايزه تمشي نفسك عشان انت اخر الشهر. هنعمل ايه؟ هقول لكم دلوقتي، بس خليكم معايا خطوه خطوه وايه، وانتظروا كده في مفاجاه في الفيديو ده هقول لكم عليها دلوقتي. بصوا يا حبايبي، المفاجاه هي دي عشان ما انساش. الرقم اللي هقوله لكم ده يا جماعه عليه واتس، عشان ايه اللي يحب يتواصل مع مطبخ ام حسن. 011 5 9 3 8 9 1 3 4. الرقم ده يا جماعة عليه واتس، اللي يحب يتواصل مع مطبخ ام حسن. شرفونا وتنورونا. هقول لكم بقى دلوقتي الكمية دي هتتعمل ازاي بمعلقة الزيت دي، وهي كمان الزيت ده هيفيض. هنرجع مع بعض دلوقتي ونشوف الدنيا هتعمل ايه. حبايبي يا حلوين، رجعتلكوا تاني. بصوا بقى يا جماعة، هتقولوا لي مقسمة هنا البدنجان دوت لوحده وده لوحده ليه؟ هقول لكم دلوقتي. انا قطعته وحطيت دوت في المصفى لوحده، وده في مصفى لوحده، مع الفلفل ايه السبايسي. ده ما فيهوش، ده رومي بس. بصوا بقى، انا حطيته في المصفى ورشيت عليه ملح. بس نزل منه ايه الميه دي. الطاقه دي ليه بنتبله وننزل منه الميه اللي زي كده. بعد كده بقى نعمل ايه؟ هنشوف بقى دلوقتي. الطاقه بقى اللي هتخليكي ما تاخديش زيت كتير. بصوا، ده ملح متبخر بالاطعمه اللي انت بتحبيها. وطبعا انا بحب ايه، الكمون بيبقى يعني ظاهر كده في البدنجان في المسقعه. فانا حطيت ايه فوق الملح المتبهر شويه كده ايه كمون. وهتقولي ايه الاصفر ده؟ هقول لكم ده كركم. ده يا جماعه السر في الصينيه الخطيره دي. هقلبه مع بعض دلوقتي مع الزيت، وهتشوفوا الدنيا دلوقتي فيها ايه وهتعرفوا. هنفرد بقى كده دلوقتي البدنجان كده عشان هتعرفوا دلوقتي واحنا واقفين كده. هتقولي ايه ده، هو انت هتعمليه من غير مش هتولعي عليه نار ولا حاجه؟ ربنا يكفينا شر النار. هقول لكم لا، هنولع نار والدنيا هتبقى حلوه. بس في التصوير يا جماعه ما بولعش النار عشان التليفون. لما باجي خارجه بقى خلاص بقوم مولعه النار، ولما اطفيها اقوم شغاله تاني. بصوا لغايه الان، بصوا بينزل ميه ازاي، شايفين الميه؟ وده برضو هفرده كده. هنقلب بقى ده مع بعض كده تقليبه اهوت. اللهم صل على النبي. بصي يا حبايبي، اهي معلقه الزيت خدتها ايه من الازازه دي اللي قلت لكم هنعمل منها المسقعه، وهيفيد كمان. هتشوفوا دلوقتي معلقه زيت اهيت. شايفين هالرشرشه كده ايه على دي. طب ازاي هتتقلي يا جماعه؟ انا مش عارفه يعني انتوا ايه هنعمل ايه بمعلقه الزيت دي هتقلي كل ده؟ ايوه يا جماعه هتقلي. طب ازاي الطريقه بقى؟ هقول لكم، بس خليكم معايا لاخر الفيديو. ليه؟ عشان تشوفوا الجمال والحلاوه والطعام، وتكتبوا لي بقى ايه رايكم. دي على فكره لو دورتوا في القناه هتلاقوني انا حاطه برضو عامله كده فيديو برضو زي ده كده. برضو هحط تاني معلقه بس مش في دي. شوفوا بقى احنا ايه، عشان ديت اللي هي ايه مشطشطه. الفلفل سبايسي دي بقى ايه اللي مش عايزين السبايسي.
اهو برضو الزيت اهو، اهو شايفين الازازه معانا من اولها لاخرها. دي بقى ايه على الصينيه ليه مش هتبقى مشطشطه، هنحط كده دقيقه كده كده كده. وكمان يا جماعه عارفين دوت لمين؟ نسيت اقول لكم، عارفين ده لمين يا جماعه؟ ده للي عاملين رجيم. يا نهار ابيض، اهو شايفين الطقه دي الطقه دي الطقه دي. هنحط هنا عشان هنا في زياده شويه، اهو جت هنا شويه في الصينيه دي. كده بقى ايه ديت اللي هي ايه العاديه، وديت اللي سبايسي. المفاجاه بقى في الفيديو هنعمل ايه، هتشوفوا دلوقتي. هنفتح بقى ايه، هنحطها فين دي؟ هنحطها تحت الشوايه. بس ارجوكم اللي اول مره يعمل يحط تحت الشوايه، دخلي تحت الشوايه ارجوكم. ايه التحفه الجميله دي، تحفه 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 صح. الهنا والشفا على اللي هياكل. دي يا جماعه بتحط تحت الشوايه، خدت الوش الاولاني تقومي مقلقه طلعها بره وتبعدي عن النار عشان الدنيا حر جدا. انا وانا بكلمكم كده ما ولعتش الشوايه لسه. تقومي بقى بشوكه كده وتقلبي تقلبي او بمعلقه وتقلبي على الناحيه التانيه كده كده. دي اتحمرت اهي، تقومي بقى تقلبيها على الناحيه التانيه كده، وتقومي برضو مدخلاه. خلوا بالكم يا جماعه ده 5 دقايق او يمكن اقل تحت الشوايه، وهنشوف النتيجه دلوقتي ايه. بس خلوكم معايا عشان مفاجآت. عرفتوا بقى الكركم، حطيت يعني معلقه صغيره للصينيتين دول على الملح المتبخر، وانا بقى زودت شويه كمون عشان اللي بيعايز ياكل بيحب طعم الكمون باين في البدنجان. وعلى فكره البدنجان بيحب الكمون. فخليكم معايا يا جماعه عشان في تكات وحركات. والكركم ما زودوش عشان لما بيزيد في الاكل بيمرر. دلوقتي بقى انا هدخله تحت الشوايه، وبعد الشوايه هنشوف بقى التكات والحركات اللي هتحصل دلوقتي مع الطماطم المسترسله دي هنعملها ازاي. بصي يا حبايبي ديت اللي فيها ايه الفلفل السبايسي، تومه مطحونه ومحضراها في الفريزر، نزلتها لما تسيح اهي شايفين. وديت اللي مش عايز سبايسي تومه بس. هتشوفوا دلوقتي اما تتحمر بقى هنعمل ايه دلوقتي، ونشوف التكات والحركات. انا هطفي دلوقتي بقى كده عشان ايه التليفون ما يفصلش. لما الحاجه تتحضر هوريها لكم، بس استنوا عشان عندنا ايه تكه وحركه هنقولها لكم دلوقتي. بنعمل كل ايه اللي يرضي الجميع، اللي عايز سبايسي ماشي، اللي عايز عادي ماشي. والطماطم الحمد لله هي مستلصله ونزلت وساحت. هتشوفوا دلوقتي هنعمل ايه. والحاجه في الشوايه، بصوا الحاجه اهي في الشوايه اهي. اوريها لكم بصه كده بس لسه بقى مدخلينها شايفين. طبعا سخنت لسه زي ما هي اهي بتطقطق بقى. دولت الحاجات اهيت، وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه مع بعض. بصوا يا حبايبي التوم اهو تتحمر. هنطش هنا شويه خل اهو ونسيبه ايه يغلي ويطقطق كده مع بعض. وهنا برده شويه خل. خلوا التومه تبقى فاتحه يا جماعه. انا قبل ما خرجت جبت الخل كانت التومه غمقت، فخلي التومه تبقى فاتحه ما تغمقش كده. خليها بقى تغلي ايه طقه كده مع بعض. بصوا تغلي ايه غلوه كده مع بعض. وهنرجع دلوقتي بعد ما تغلي الغلوه دي هنشوف هنعمل ايه. شوفوا يا حبايبي لما غليوا مع بعض هنحط بقى ايه الصلصه تطقطق معاها شويه، وبعد كده نشوف بقى ايه الشوايه. شوف الصلصه هنا اهي وهنا، سيبهم يغلوا مع بعض ونشوف الدنيا هتبقى فيها ايه. هنشوف دلوقتي الشوايه وارجع لكم تاني. هقلب فيها ودي بقى ايه تغلي كده وايه وتطقطق مع بعض. اما تخلي النار هاديه يا جماعه الاكل بيطلع جميل وبيتعمل على الرايق وبيبقى حلو. هنرجع مع بعض عشان اوريكم الشوايه دلوقتي. بصوا يا حبايبي انا طلعتها من الفرن. دي بقى كده ايه هقلبها، هتشوفوا دلوقتي المنظر فيها ايه. هقلبها بقى ايه بالشوكه كده ومعلقه على الناحيه التانيه. ما خدتش حاجه. وخلوا بالكم اوعوا يا جماعه تسيبوها عشان ما تتحرقش لا قدر الله، ده اكل بيتكلف. وديت ايه اللي هي من غير سبايسي تومه كده بالخل بس. وهحط لها ايه ملح متبخر. والتانيه برضو اهي محضره لها برضو ايه الملح المتبخر. بعد ما غلي وطفيت عليهم خلاص بدوقهم لقيتهم دلعين فهي هحط. هرجع بقى الحاجات ديت الشوايه وهنشوف دلوقتي اما يطلعوا هنعمل ايه. بصوا يا جماعه انا نسيت اوريكم دوت بقى، او ما جاش في الفيديو مش عارفه هتشوفوا انتوا. دوت اخدت من البدنجان 2 حطيته على عين البوتاجاز شويته. تحطيه بالايه
بالعود بتاعه كده عشان تعرفي تمسكي لما يتشوي، وتقومي ايه منزلاه بالمعلقه وتهرسيه بشوكه مع توم مع خل مع ليمون مع خل وليمون وتوم وكمون وملح متبهر، تقلبوه كويس جدا مع بعض ومع الطحينه تقليبه حلوه. ودوت يا جماعه تقومي ايه مقلباه كويس قوي بالشوكه، او ممكن ايه تشوي معاه فلفل سبايسي وفلفل رومي، تشوتيهم وتقشريهم وتظبطيهم وتضربيهم في الخلاط وتنزليهم بقى على ايه الطحينه دي اللي بالثوم والخل والليمون وكل الحاجات الحلوه دي. خلاص تقومي بقى ايه مقلباهم ببعض وحطاهم كده في طبق حلو كده تقديم، وايه ورشه ايه, إيه بسم الله الرحمن الرحيم بقدونس. الناس ايه دي بتحب ايه البقدونس. انا طلعت بره يا جماعه بصور لكم الطبق ده، الفرن والمطبخ لا يطاق. هروح بقى دلوقتي الحق الشوايه وهتشوفوا بقى الطاقه التانية ايه. بس البدنجان المشوي ده يا جماعه طريقته في القناه عندي، فضلا من حضراتكم تدخلوا القناه عندي وانتشروا وتشوفوا البدنجان ده طريقته بتعمل ازاي على عين البوتاجاز وبتشويه جميل وبطريقه سهله قوي واحلى من المسلوق. المسلوق بقى بتخلليه وبتعمليه حاجات تانية، مع مثلا طبق بصارة طبق عدس بجبة برضو مدمسة العدس بجبة يا جماعة عاملاه طريقة جميلة جدا. خشوا يا جماعة القناة نورونا وشرفونا، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويكتب لي كده تعليق تشجيع يا جماعة. هنشوف بقى اللي في الفرن تحت الشواية. بصوا يا حبايبي طلعت اهيت. بصوا طلعت الفلفل الأول، أنا طلعت من المطبخ لا يطاق والإضاءة فصلت اللي عمل، فقلت ايه عبال ما تهدى الإضاءة شوية. بص بقيت أقلب الفلفل ازاي على الناحيتين. طلعته ليه لقيته هو خلص خلاص واتحمر كده زي ما انتم شايفين، وكان البدنجان لسه اهو. ده بقى كده هاخد البدنجان بقى كده ايه ونحطه هنا، هحط كل دوت كده مع بعض هنا وهنشوف دلوقتي. بص يا حبايبي اهي بتتكتك مع بعض اهي، وطلعنا بره بقى عشان ايه اعمل التانية عشان الاضاءه ايه فصلت. بصوا حتى تحسوا ان الاضاءه ايه قلت، حط عليها كده تتكتك مع بعض ونطلع نعمل التانية مع بعض. شوفوا بقى التانية اهي اتحمرت من ناحيتين شايفين، من الناحيه دي اهي متحمره اهي، من الناحيه دي متحمره كله كده. شايفين الجمال والحلاوه. قلب بقى كده والفلفل طلعته برده الاول عشان لقيته ايه اتعمل الاول، وبقيت اقلبه بقيت اقلب كل حاجه. وبرضه اهوت خشوا القناه عشان تشوفوا يا جماعه معمول ازاي. ده هفضيه بقى كله هنا دلوقتي وهنشوف التانية بتعمل ايه وهنحضر ازاي. بصوا يا حبايبي قلبتها كده مع بعض وادخلها بقى على النار تتكتك مع بعض. بصوا انا بقى نسيت اقول لكم ولا نتعت الزيت ازاي شايفين، وهوريكم ازازه الزيت اللي كنت موريها لكم في اول الفيديو والصينيه التانية برضه اهي ولا ندعي الزيت. ليه؟ عشان اللي عاملين ريجيم وعشان الدهون يا جماعه. الصينيه سخنه نسيت مسكتها. هدخل بقى ادخل ديت على النار بالتكتك جوه، هنشوف بقى دلوقتي التكه الاخيره ايه. خليكم معايا يا جماعه، منورينا ومشرفينا وكل القنوات الجديده اللي اتضمت لينا الله يبارك لكم يا رب. وانا قلت لكم الرقم بتاعي في الفيديو عشان اللي عايز يتواصل معايا واتس يا جماعه. ده شرف كبير قوي لقناه ام حسن. بصوا يا حبايبي لازم تغلي كده وتطقطق كده معاها عشان ايه تاخد يشربوا من بعض ويستووا. بصوا بقى زي المرهم ازاي، اللهم صل على النبي. حاجه كده جميله 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 احلى من 100,000 مطعم من بره. بصي تتهرس ازاي هرس ليه خدت ودت مع الصلصه. هنطفي بقى كده ودي خدت ودت. بصي بتتهرس ازاي هرس اهي، شايفه دايبه دوب ازاي اهي، دايبه دوب اهي، شايفه وقعت ازاي من الشوكه. هنروح بقى نطفي كده النار خلاص ونحضر بقى التحضيره الاخيره وتشوفوا الجمال والحلاوه. وتقولوا يا جماعه في غلطه في الفيديو اكتبوا لي اللي واخد باله يقول لي ايه الغلطه دي. بصوا يا حبايبي ايه رايكم بقى دايبه دوب. عارفين الدايبه دوب دي من ايه؟ عشان اتحمرت تحت الشوايه وبعدين غليتها في الصلصه. ما هي بص دايبه دوب ازاي اهي، والتانيه برضو اهي بتشيليها اهي دايبه دوب. ليه اهي بتقع كده ليه؟ عشان غليت مع الصلصه كويس قوي وهي بتغلي غطيها. ده بقى ايه البابا غنوج بقى سلطه بابا غنوج الجميله. اكتبوا لي بقى كلمه حلوه كده تشجيع يا جماعه. واللي يحب يتواصل مع مطبخ ام حسن جزاكم الله خيرا. نورونا وتشرفونا على الواتس وعلى القناه على كل حاجه. واللي يتواصل معايا على الواتس هبعت له بقى الصفحه بتاعتي اللي على الفيسبوك، وابعت لكم كمان القناه بتاعتي اللي على التيك توك. نتشرف ونتنور بيكم يا رب. الاضاءه الحمد لله اشتغلت تاني يا جماعه
وشكوا حلو عليا. يلا بقى صلى على الرسول، يلا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. صلى على الحبيب قلبك يطيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.